ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الموقع اللي بيجيب مشاهدات ومشتركين لكل المنصات. تعالوا بسرعه نشرحه ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده اسم الموقع اهو على اليمين. الرصيد الحالي اللي معايا دولار وحاجه. طيب هنبدا نعمل ايه؟ هننزل كده وهنجيب اضافه رصيد. هنبدا اول حاجه بإضافة الرصيد، والطريقة هتكون سهلة جدا. نروح كده، هننزل هنا نقول له ايه؟ عندك كل المعاملات. انا مثلا بفضل محافظ الكترونية. طيب ايه المحافظ الالكترونية؟ يعني انا مثلا معايا اورنج كاش، فودافون كاش، اي حاجة. هدخل المبلغ مثلا هنا ده كده بالدولار USD. هقول له مثلا 20، لا اوكي 10 دولار. بيكون عامل 508 جنيه و64 قرش. ده على حسب البلد اللي انا فيها. انا في مصر، فهيكون المبلغ ده. طيب هدوس هنا، انا مثلا عايز ال10 دولار دول، هدوس هنا دفع. فبروح كده بيقول لي المبلغ اهو، فودافون كاش، بقوم دايس قدامها وبدوس دي. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هيروح لي مسج، هدخل الرقم. بعد كده هيروح لي مسج كاني بدفع فاتوره غاز، كاني بدفع فاتوره كهرباء، كاني بدفع فاتوره اي حاجه. وهقوم دايس له اوكي مره واحده، تك. انا دوست اوكي هناك، هتلاقي الفلوس جات لك هنا في الثانيه واحده. طيب ايه هنا ده؟ عرض بونص الايداع. العرض عباره عن لو انا شحنت 100 دولار هتاخد 2%، يعني هتاخد 2 دولار. طيب ما نشوف كده، مثلا لو دخلنا هنا الرقم 100 اهو، البونص 2 دولار. تمام. لو دخلنا 500 هتاخد 4 دولار، 1000 6 دولار، 5000 8 دولار، 10000 10 دولار. طب هل في حد بيشحن ب 10000؟ اه طبعا كتير. ليه؟ تعالى اوريك ليه. بس طريقة الدفع بيكون كل الطرق اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي، ودي طريقة الكاش. تمام. طيب هنروح كده في البداية، ده الرصيد مثلا اللي معانا. عايزين بقى انستجرام، تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، الكلام ده كله موجود. حتى منصة كيك، اي منصة جديدة بتنزل هتلاقيها هنا، حتى الواتس اب. طيب هنشوفهم كلهم وهقول لك ايه الحلو وايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. هنخش مثلا هنا، احنا دوسنا كده خلاص يا باشا. زي ما انت خدمات انستجرام اهي. تمام. هتلاقي كل الخدمات. طبعا انا مش هخش خدمه خدمه عشان وقت الفيديو ما يكونش كبير جدا. هتخش هنا معاك مثلا نختار ايه؟ مشاهدات انستجرام للمنشورات. دي اهي فوق القسم اللي انا دخلت عليه جبت منه دي. بعد كده الخدمه هنا تحت، في عندك 2 بس. تمام. 33 لكل 1000 مشاهدة منشور انستجرام. ملاحظة، خدمة للمنشورات العادية وليست للفيديوهات. بيحذرك، لازم يا شباب تقروا الكلام اللي بيكون مكتوب هنا. طيب تمام. انا اعتبر مثلا رفعت اللينك بتاع البوست بتاعي هنا، وقمت اقل حاجة بيقولها لي 10 اشخاص. طب لو دخلت 100؟ طب لو دخلت زودت 0؟ طب لو 10000؟ طب لو 100000 ب3 دولار و30، ده ال100,000 مشاهدة. انتوا فاهمين؟ في خدمات هنا رخيصة وفي خدمات غالية. طيب نخش مثلا على التيك توك. نخش الأول القسم مشاهدة تيك توك، صور، مشاهدة تيك توك، لايكات. هنجيب مثلا مشاهدة تيك توك ولايكات. اي مشاهدين ولايكات. تمام. هتلاقي بقى عندك ايه؟ خدمات كتير. بتبدأ من اول زي ما انتم شايفين كده، مشاهدة تيك توك زائد 10% لايكات. خدمة جديدة، يعني انا لو دخلت 1000 هاخد عليها 10%، اللي هو بتاع حوالي 100 لايك.
ال1000 عليها 100 لايك. هنا بيقول لك مثلا 1000 عليها 20. فبصوا هنا المبلغ اختلف. تمام. مشاهدات بقى والكلام ده كله. طيب نقرا برضو الموضوع ده في خانة الرابط. ضع رابط الفيديو الخاص بك، اللي هو الرابط ده. لا تضع أكثر من طلب لنفس الرابط بنفس الوقت إلا لينتهي الطلب الأول حتى لا يحدث تداخل بالطلبات ولا يمكن إلغاؤها. يعني إيه لا يمكن إلغاؤها؟ أفهم حضرتك. أنا مثلا هنا طلبات، سجل الطلبات عندي. لو أنا عملت طلب زي ده مكتمل ودخلت نفس اللينك، الطلب ده مش هيكون مكتمل. يعني مثلا زي ده مكتمل جزئي. ليه؟ لأن أنا دخلت نفس اللينك ده مرتين. اللي بعده اكتمل، ده لأ. تمام؟ ليه؟ بص هنا اكتمل ليه؟ لايكات يوتيوب، مشاهدات يوتيوب. هنا الدنيا ايه؟ دخلت في بعض في نفس اللينك. تمام؟ فمش هيكتمل. طيب ما اقدرش انا اخد الرقم ده واروح هنا كده. يعني انا مثلا عندي دي وقفت لما رحت بيها. تمام. اخدت الرقم ده ورحت بيها. هو المبلغ اصلا ما يستحقش ان انا اروح، بس انا لما رحت كنت بجرب الدعم الفني. بتخش له كده وبتكتب له ايه؟ هل تعويض، هل ايه؟ لا، الطلبات، المدفوعات، الخدمات. اكتب الرساله بتاعتك، انا عملت كذا 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 وادي ال... الرقم بتاعه. بيعوضك، يا يرجع لك الفلوس هنا يا يعمل لك الخدمه من تاني. بس ما تكونش انت غلطان. طيب الغلط الوحيد عندك هيكون فين؟ في عدم قرايه الموضوع اللي انا قلت لك عليه. طيب هتلاقي عندك برضو فيسبوك. تمام. هتلاقي كل حاجه برضو عنه وكل حاجه عن اليوتيوب. يوتيوب ساعات مشاهده مخصصه مثلا. يعني لو عملنا كده هنا بيقول لك ال1000 ساعة ب46 جنيه. ده للناس اللي عايزة تفعل مثلا. تمام. كانت في خدمة تاني حلوة هنا، هي اتشالت. طيب لكل 1000 $25. لازم تقرا الهام جدا ده، لأن أنت لو ما عملتش اللي هو بيقول لك عليه ده يعتبر إن كل حاجة ملغية. طيب أنا دي عشان عارفها وجربتها مع شخص كويس جدا. هام جدا. نسبة النقص في هذه الخدمة تصل إلى 100%. ما تتخضش. فيرجى عدم رفع أي تذكار بخصوص هذه الخدمة. التذكار اللي احنا لسه داخلين وقايلين عليه مثلا بخصوص النقص، ويرجى الطلب على مسؤوليتك الشخصية. الضمان 30 يوم. طب يعني ايه انت بتقول لي هنا الخدمة تنقص 100%؟ يعني ايه 30 يوم؟ هنكمل. هام القناة يجب تحتوي على 5 ل 10 فيديوهات على الأقل، وكلما زاد عدد الفيديوهات كلما كان أفضل. طب كويس جدا. آلية الاستعمال: يمكنك مثلا طلب كمية كبيرة من هذه الخدمة وتفعيل قناتك بعد ذلك. إذا حصل نقص بالساعات حتى وإن كان 100% فإن القناة ستبقى مفعلة. فهمت يعني إيه هيحصل نقص؟ بس ده ضمان 30 يوم. يعني حضرتك هتجيب ال4000 ساعة بتوعك بعد 30 يوم ما ترفعش تذكار ان دي نقصت، لان هو مقدم لك الخدمه دي $25 لكل 1000. فدي ارخص خدمه. فهتنقص بعد ما حضرتك تخش الربح. يعني انا جبتها النهارده هروح اقدم بكره طبعا. بعده اتقبلت كبيره اسبوع، 10 ايام، 15 يوم ما بتحصلش. طيب لسه في كتير، في وقت تاني، في 10 15 يوم تانيين. فاهمني؟ فهقدر ان انا ايه، اكون فعلته وخلاص، مش محتاجه. تمام. سيبك بقى من كل الباقي ده. انا كده كده لما حضرتك تخش تعمل اي خدمه هتقرا الكلام ده. طيب هنيجي هنا مثلا نقول له ايه؟ اقل حاجه بيقول لك 2000 ساعه. 2 زود 0 يا باشا، ادي ال 2000 ب $50. الحد الادنى ل 2000 ساعه. طيب ال $50 انا عايز اعرف مثلا بكام. اقوم رايح هنا لاضافه رصيد كده، مش هخرج من الخدمه، واقوم رايح قايل له 50. انا اسف ما جبتش المعامله.
50 ب2543 جنيه. هتدوس هتدفع على طول، هيروح لك ال50 يا باشا، يدفع تك تك خلاص. هنا مفيش اي ايه. لقد وفرت $1، يعني لما تعمل الخدمة دي هتوفر كمان، يعني انت محتاج 49، يعني ممكن تدوس له هنا 49 بدل ال50. ماشي، هتدوس 49 بدل ال50. فاهمني؟ يعني انت بص هنا الاول. طيب تمام جدا. هنروح ايه تاني؟ كل بقى في هنا في التفعيل وفي الدنيا ديت وكل الكلام ده. طيب يعني ايه مثلا حاجات غريبة مثلا زي ايه اللي جايب الواتساب هنا؟ اعضاء للقناة، اعضاء للقنوات، دول مستهدفة. الموضوع بتاع الدول المستهدفة ده في ناس بتلعب بيه جامد جدا جدا يا شباب، وشفتهم قدام عيني عن تجربة. في ناس مثلا بتشوفوهم يقول لك ايه لو معاك قناة يوتيوب معدية ل10,000 او شغالة ربح او الكلام ده كله، تعالى نجيب منها فلوس. بس خلي بالكم الموضوع ده غلط جدا. القناة دي بتتوقف ولو بتجيب لك فلوس شهريا فهي هتجيب لك فلوس مرة وخلاص. فايه اللي بيحصل بقى؟ بيجيب لك ناس، هوريها لكم دلوقتي، بس ارجوكم محدش يعمل كده لان قناتك هتتوقف وممكن اصلا ما تاخدش الارباح اللي هتيجي. فهيروح هيجيب لك ايه؟ فين المشاهدات المستهدفة؟ مستهدف. فين الدول الأجنبية؟ قطر، عمان، البلد، الهند. لا عامة يعني هي كانت قدامي دول أجنبية، هجيبها لكم عن طريق ال AI. مشاهدة دي جديدة دي. حسب اللغة، لأ بداية الشورتز دي حقيقية. طبعا الباقي كله فيك يعني. عامة يا جماعة أنا بوريكم الموقع، بس صدقوني أنا ما بحبوش، يعني بستخدمه للضرورة القصوى جدا لما بيبقى حد مثلا من صحابي هو اللي عايز. لكن هل أنا أنصح بيه واستخدمه لنفسي؟ لأ. للضرورة القصوى جدا جدا، إن الحاجة دي مش كويسة. طب تمام، ما كملتلناش. هنجيب الدول الأجنبية، فبخش بدفع $100، بعلي الRPM عندي مثلا على الفيديو، بدل ما هو كان 70 سنت على كل 1000 بقى $70 على كل 1000. بس اللعبة دي بتتمسك بيحذفوا لك القناة، مالكش نزول تاني اليوتيوب. بس فاهم يعني ايه فيديو عربي لما بعد كده يخش لك 1000؟ هي بتنزل تدريجي، يعني مثلا ممكن يخش لي أول 1000 تلاقيها بقت $65، يخش لي تاني 1000 تلاقيها بقت 60، يخش لي تالت 1000 بقت 50، يخش لي رابع 1000 بقت 30 20 10. طيب انت هتاخد بقى التدريجي ده؟ عارف يعني ايه التدريجي ده هتاخده؟ يعني نعتبر اول 1000 ب$70. طب انت كده اخدت ال$70. تاني 1000 ب60، فانت اخدت 70 و60، جبت ال100 اللي انت دفعتهم وبالزياده. بعد كده هتاخد 50 40 30 10، هتفضل الRPM يقل ويصحح في نفسه لحد ما توصل لل70 سنت. بس دي اقول لك لو عندك مشاهدات كبيره جدا جدا على فيديوهات تانية، وفي فيديو ما بيجيبش قوي قوي، تقدر تعملها. بس هيجيب لك المشاهدات، هتاخد على المشاهدات ايه اللي هو بيجيبها عادي، مش اللي انت هتعملها. يعني هو لو ما جابش فلوس راحت عليك. فتشوف فيديو مثلا هتنزله وضامن ان هو هيجيب مشاهدات، بس هتتدارى وسط المشاهدات دي كلها عشان ما تروحش في الرجلين. تمام. فانا شفت ناس بتعمل الموضوع دوت وبترفع وبتقول لك ايه، يلا نعمل كده وليا ارباح وليا نسبه وليا بتاع. طيب يعني ايه الاشتراكات؟ الاشتراكات دي يا شباب يعني ما تشغلش دماغك وما تخشش البرنامج تاني بمعنى اصح. لايكات انستجرام تلقائيه. تمام. ده هنا كده السعر اهو. هتحط مثلا كده هام جدا بعد وضع الاشتراك، يمكن متابعته من خلال الذهاب
لصفحة الاشتراك. يمكن إلغاء الاشتراك بأي وقت تريده من خلال الضغط على زر إلغاء من صفحتك الاشتراك. آلية الطلب: اسم المستخدم، اليوزر، هتبعت اليوزر بتاعك. مثال اهو: عدد المنشورات، لكم منشور جديد تريد أن تصل لايكات. عدد المنشورات، عدد الطلبات التي توضع بهذه الاشتراك كلما زادت منشور جديد. الحد الأدنى من اللايكات. طيب هو بيفهمك الخانات دي، يعني هنا اليوزر بتاع الحساب، عدد المنشورات، عدد المنشورات القديمة، ودي العدد المنشورات المستقبلية اللي انت عايز تنزلها، الكمية اللي انت عايزها، الحد الأقل، الحد الأدنى، والحد الأقصى. هنا ايه، 5 دقايق، 10 دقايق، 50 دقيقة، وهكذا. تاريخ الانتهاء، هترفع التاريخ وتك يا باشا، انت اشتركت خلاص. السعر بتاع الاشتراك اهو. تمام. فانت قبل ما تعمل اي حاجة لازم تبص على الاشتراكات. هنزل مثلا كل يوم بوست، فاقوم هنا الحد الادنى كمية قد كده، والحد الاقصى كمية قد كده، وهاجي هنا اقول له ايه، انا عندي مثلا 100 بوست، وهنا هيبقوا 200. يعني هنزل، لا سوري، لو هنزل كل يوم بوست اقول له انا عندي هنا، انا اساسا مثلا عندي 100، فاقول له هنا 100، هنا يبقوا 130. يعني انا كده هرفع 30 بوست في الشهر. خلي بالك ان ده على البوست الواحد، الرقم ده على البوست الواحد. تمام. فانا هرفع 30 بوست، فهو بيعمل لك بقى تلقائي كل ما تنزل بوست، مش لازم تخش البرنامج وتعمل طلب وتعمل الكلام ده. افرض مثلا ان انا بره ونزلت بوست او عملته، اللي هو اسمه ايه اللي بينزل بعدها بفتره دوت، يعني انا اعمله اكون منزله الساعه 12 ان هو ينزل الساعه 7 والكلام ده، فخلاص هو لوحده. في حد هنا مقيم 1، مجموعة الأصوات 4 و1. سيبك من الكلام ده عشان ده ما بيأكلش عيش. تمام. فده شرح كده مبسط للإيه، للموضوع. طيب عندك هنا انفاق الحساب، أنا صارف 76 دولار و30 سنت. تمام. واخد عليهم 76، لسه ما وصلتش لل100. طب اما اوصل لل100 باخد ايه؟ كانوا جايبين لنا هنا دعم فني استخدمته 7 مرات من 24. نظام النظام ماشي. لا يوجد خصم على الخدمات، مفيش. سحب على 100 دولار، مفيش. متجر مجاني لمدة شهر، مفيش. كل ده هتاخده لما تنفق ال100 دولار. تمام. طب نفقت 100 دولار برضو، هنا هتاخد كل ده. هنا انا واخد الخصم 2% على الخدمة، واخد نظام النقاط، دعم فني. طيب ده 1000 دولار، هتاخد كده 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 كده. تمام. 25,000 هتاخد بقى ايه الكلام ده. والسحب ده مش سحب عادي، لا بتاخده، بتاخد ال100 دولار، بس انت لا تصرف 25 عشان تاخد 100، مش للدرجة يعني. ماشي، نفس النظام نفس النظام. فهنا ايه اللي مفتوح لي؟ اللي مفتوح لي ان انا كده 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 كده، ده اللي مفتوح لي انا. ده كده مفتوح لي برضو من غير اما ايه، من غير اما اصرف ال1000 دولار. ده كده اتفتح لي عشان حالة حسابي انا. تمام. ومعاملاتي اللي انا اتعاملتها هنا. طيب ده من امتى؟ ده من بدري، من وقت، من وقت انا بقالي زمن على الويب سايت ده. تمام. دي حاجات جديدة كده. يمكن تحويل نقاطك وبتاع ده، تحويل كل 100 نقطة. مفيش. تحويل النقاط باقية من 4 أيام. يمكن تحويل 100 نقطة، مش عارف لكام صدقوني، بس هو بتحول ال100 نقطة لفلوس، يا إما بتستخدمهم في حاجة. سوف تحصل على كلما طلب كل 1 دولار يتم إضافة 1 نقطة. كل 100 نقطة 1 ل2 دولار حسب مستوى الحساب. لا يمكن تحويل أقل من 100 نقطة إلى رصيدك. يعني أنت هتاخد من 1 ل2 دولار لو هتحول ال100 نقطة بتوعك، اللي هو إيه، 100 دولار. هتحولهم وهتفتح حاجات وبتاع، وأقسام هدايا بقى والكلام دوت. نشر فيديو على اليوتيوب، انا مش بعمل ده صدقوني عشان اخد فلوس خالص، يعني انا مش عايز الدولار ده اصلا. تمام. لو نشرت فيديو على اليوتيوب هتاخد دولار.
ده تقريبا على حسب فهمي يعني لما دخلت قريت اهو. وسائل ان الرابط المنشور اضافة $1 لحسابك بالموقع، هيضيفولي هنا في الموقع استخدمه يعني. بس كده. وايه تاني؟ هنا الخدمات مثلا، ده سعر خدمات اشتراك ننصح بها لمدة 3 شهور فقط، يعمل في جميع الدول. ده حاجة تقريبا تي في، اي بي تي في، بكام؟ $14.99. تفاصيل كده يعني، في حاجات غريبة يعني في الموقع ده، صدقوني ما بلاقيش في أي موقع تاني أصلا. في خانة الرابط يرجى وضع الإيه؟ اليوزر مثلا، اه الذي تريد عمل حساب به، يرجى مراسلتنا بعد وضع طلب على التذكرة، وارسل رقم الطلب حتى يتم إرسال معلومات التفعيل. مدة التسليم خلال من 12 ل 24 ساعة. تمتع بمشاهدة جميع قنوات العالم المشفرة والمفتوحة وجميع الأحداث الرياضية العالمية والمحلية على جميع الأقمار، أينما كنت في البيت أو العمل أو من أي مكان بالعالم، مع أقوى أي بي تي في. ملاحظة: يمكن تشغيل الاشتراك ومشاهدة القنوات على جهاز واحد فقط بنفس الوقت. الضمان: الحساب يستخدم طول الفترة التي قمت بالاشتراك بها بدون أي مشاكل. طريقة الاستخدام: الأندرويد سمارت تي في، اي او اس برو، اي تي في سمارت بلاير. ملاحظة: في حال واجهت أي مشكلة بهذا التطبيق يرجى مراسلتنا الإلكترونية تطبيق وحله آخر عليه. ماشي، أوكي. يعني أنت كده لو عايز تشغل ده هيشتغل لمدة قد إيه؟ الحد الأدنى 1، الحد الأقصى 1، ده 3 شهور، ده 6 شهور، ده 12 شهر. يعني أنا شايف إن ال6 شهور اشتراك فيه ب$20. $20 ده يعني تكلمه في 1000 جنيه مثلا، ده حلو جدا. وهيشتغل لك في 7 ساعات 10 دقايق. يعني هيشتغل، مش هيشتغل يعني هياخد الوقت ده وبعد كده يشتغل. طيب، متابعين انستجرام، مشتركين يوتيوب، دي الحاجات بقى اللي هي المفضلة عنده. تمام. انستجرام، متابعين انستجرام، فيسبوك. فهتلاقي بقى ايه كل حاجة هنا، واليوتيوب اهو، والدنيا هنا ماشية ايه. متابعين سناب شات، متابعين سناب شات تاني برضو، نفس النظام. سناب شات اهو، سناب شات تاني، سناب شات مشاهدات، سناب شات. هو تقريبا عندهم معظم الكلام هنا سناب شات. طيب، التعويض بقى يا شباب. هنا ده كان عندي، انا عملت تعويض، هنا عملت تعويض، هنا عملت تعويض وتعوض، وكل دوت نزل لي. وعلى فكرة في حاجة انا قلت انها مش هتحصل وحصلت بأمانة. كان في فلوس حاططها هنا في الابليكيشن، وهنا هو حاطط شرط ان لما تحط فلوس مش هتقدر تسحبها تاني، وبعتوها لي على الكاش. يعلم ربنا حصلت معايا. ده ازاي يعني؟ ناس بجد حلوة. متجر الكتروني، نشوف. يرجى تغيير النيم سيرفرز الى متجر الكتروني. الدومين، عملية، اسم المستخدم، الدومين، تأكيد كلمة السر، السعر لكل شهر $10. هيجيب لك بقى دومين وهيجيب لك العملية دي. انتوا فاهمين يا جماعة يعني ايه موقع ب$10 وليه دومين؟ انتوا فاهمين الدومين ده؟ انا على ما اتخيل ان اقل موقع عندنا في مصر ب40-50 ألف جنيه، والدومين اقل حاجة $100 $200. فان انت تعمل ده هنا خيال علمي ب$10. ده هنا بجد، دي خيال علمي. طيب، التسويق بالعمولة، نسبة العمولة 2%، الحد الأدنى للسحب
$10. ماشي، نفهم ايه التسويق بالعمولة. إجمالي الزيارات، عمليات التسجيل، الحالات، معدات التحويل، الأرباح الكلية، أرباح غير مدفوعة. مبلغ الحالة. لماذا تبدأ بالتسويق لنا مقابل العمولة؟ التسويق بالعمولة يعتبر وسيلة رائعة لكل فرد لتحقيق المال. هنا بعض الأسباب التي توضح هذا المفهوم. أنت لست بحاجة إلى أي مبلغ من المال لكي تبدأ من التسويق بالعمولة. أنت لست بحاجة إلى شراء أي شيء. أنت لست بحاجة إلى عقد الصفقات أو إنهاء مبيعات مع عملاء. أنت لست يا عم، أنا لست إيه يمكن العمل وحتى الأموال من في أي وقت 24 ساعة في اليوم، 365 يوم في السنة، أي حتة وأنت نايم. فقط كل ما عليك هو نسخ رابط الإحالة الخاصة بك والبدء بنشر مواضيع تتكلم عن خدماتنا، مثل أو فيديو على اليوتيوب يوضح طريقة الاستخدام الموقع. زي ما قلت لكم هنا يا شباب، انتوا هنا ممكن تشتغلوا في الموقع ده. يعني انا صدقوني لسه شايف الموضوع ده. تنسخ الرابط ده كده بتاعك وتقوم رايح حطه هناك، فاللي يخش عليه هو كده ايه، دخل من ناحيتك انت وعمل الحاجة دي. فبينزل لك ايه، اجمالي الزيارات، عملية التسجيل لحالات الكلام دوت، الارباح غير المدفوعة والارباح الكلية بتاعتك بس. وبتعيش انت بقى. تحديثات، ماشي، تعليقات تيك توك ومش عارف ايه والكلام ده. كانت في حاجات هنا ببلاش، يعني كل ده تم تفعيل الخدمة، تم ايقاف، انا اللي موقفه. اوكي ماشي. لوحة المعلومات، عدد الطلبات ده على الموقع كلي، مش انا ده اكيد يعني. عدد الاعضاء على الموقع، عدد الخدمات على الموقع. دعم فني اكسلنت يعني. نظام النقاط، خصم على الخدمات، سحب على $100، متجر مجاني لمدة شهر، دعم فني عبر الواتساب، يعني كمان بيهتموا بيك برايفت. طيب حلو جدا. ناقص لنا ايه تاني؟ API. طريقة ماشي هنا، صيغة الاستجابة ماشي، مثال على الاستجابة، على الطلاق ما فاهم حاجة، مثال على الاستجابة مش عارف ايه، يا حول الله يا رب. طيب هنشوف هنا بقى الطلبات الجديدة دي آخر حاجة عشان تبقوا فهمتوا كل الموقع. يبقى احنا كده معانا ان احنا ممكن نشتغل على الموقع، ممكن نجرب نعمل خدمات على الموقع، معانا كل حاجة على الموقع. تمام. تشتغل من غير ما تعمل موقع، انت كده بتسوق لهم هم بس. معانا كمان حالات السحب والهدايا وكل الكلام دوت. فدي لوحدها هو كموقع بصراحة أنا شايفه غالي شوية عن باقي المواقع. يعني في مواقع في الخدمات أرخص، بس يعني مثلا خدمة اليوتيوب هنا اللي هي الساعات دي، هنجيب مثلا ساعات مخصصة لكل 1000 مثلا، انت بتتكلم في $36. يعني ال4000 ده لسه هيطلع بقى لل8000. يعني التحديث الجديد انت بتتكلم في أرقام، هنا احنا بنتكلم في أرقام فلكية. هي المفروض ندفع لنا مثلا، لو هنقول مثلا 40 دي، هي تقول غالية ومضمونة. تمام. ضع الرابط ماشي. مدة الفيديو يجب أن تكون 60 دقيقة. مش كتير اللي هيعملوا 60 دقيقة. الضمان 30 يوم. خلي بالكوا يا شباب ان اهم حاجة قبل ما تستخدم اي حاجة الضمان دي، لان هو لو معلهوش ضمان 30 يوم دي انت مش هتقدر تقدم تذكرة ولا هتقول له عايز تعويض ولا الكلام ده. هو تعويضك الوحيد 30 يوم الضمان. حصلت قبله اي حاجة خلاص، وانت تعمل حسابك برضو على ال30 يوم. فاهمني؟ طيب ايه تاني؟ لو قلنا مثلا عايزين هنا الكمية دي، لما هتبقى 8000 دي الدنيا هتخرب. نصهم مثلا 150 160 $162. نص دول اللي هو 4000 دلوقتي 162.
لما هتبقى 8000 هتبقى 324. طب ما تيجي نشوفها كده، 324 دي هتبقى الدنيا عاملة ازاي مثلا. خبر ابيض، ده اليوتيوب هيصعبها على الناس طريقة. 300، احنا قلنا 324. يا عم قول 330. 16785 والبونص $6 و60 سنت. يعني حتى لو نقصنا $6 و60 سنت هيشيلنا 700 مثلا، مش هيشيل 700، يبقى 16000 بدل ما نص العملية 8 16، بدل ما 8000 هيبقى 16000 في 1 فبراير. الموضوع بقى هيبقى أزمة جامدة، يعني هتبقى صعبة جوه. فأنا شايف إن معظم الناس هيروحوا يدوروا بره على تفعيلات وحتى يشتروا قنوات، فالقنوات هتغلى، فالدنيا هتتقلب جامد عندنا. طيب يعني حتى القنوات اللي كنا بنشتريها مثلا، في ناس كانت بتشتري قنوات، اللي انا اتكلمت على الموضوع ده، قناة اللي هي باكستان، تفعيل باكستاني والكلام دوت، اللي كانت ب4000 جنيه، دي بقى اضربها في 2 3 تبقى ب8 12 باكستاني. عارف يعني باكستاني اللي هي اصلا انت لو وصلت للشخص ده مش تاخدها ب10 دولار، 500 جنيه لو وصلت للشخص ده نفسه. التاجر هو اللي بيوصلها لك للمبلغ ده، بيوصلها لك ل4000 جنيه، واخدها ب500 وب800، ويمكن لو هو تاجر مش واخد كتير هياخدها ب1000، فبيحط عليها 3000. ليه؟ عشان ركنتها معاه، القناة ركنت معاه فترة، فبيجي يبيعها لك يقول لك لا والله ده الدولار عالي، لا والله اصل مش عارف القنوات غليت، وانت بتشتري ليه؟ لان انت متشعلق في قشايه، فاكر ان هو هتاخد القناه دي هترفع عليها هتجيب لك دولارات، وان هي خلاص مفعله، وان انت عديت الحته دي. دي بتبقى واخده سبام يا باشا، وبتبقى عليها مشاكل كتير، بس هي اصلا ما بتظهرش في الاحصائيات. السبام ده خلي بالكوا يا جماعه. يعني ايه سبام؟ يعني بتلاقي ان الفيديو اللي انت بتنزله عامل فريز، مش حد بيشوفه. هتعمل سيرش على القناه دي، لازم تعمل سيرش بالسنتوفة. لو الاي كابيتال لازم تكتبها كابيتال مش عارف ايه، وهتلاقيها تحت خالص، مش هتلاقيها فوق. يعني مش هتلاقيها في البحث، مش هتلاقي ان اليوتيوب اصلا شايفها ومستعنيها. لما الشخص ده بياخدها وبيغير ان هي دولة مصر وبتاع، تحصل لها مشاكل اكتر. ليه؟ لان معظم الباكستانيين عندهم برامج بيغيروا بيها، بيعملوا بيها شوية حاجات كده جامدة، مش الواحد مش عايز يفتح عينيكم ومش عايز يتكلم يعني. فبس، فالدنيا هتولع، انا شايف كده ان الدنيا بجد طب الساوند ماله؟ ساوند كلاود بس، تشغيل ساوند كلاود خدمة جديدة، سيرفر السرعة تصل إلى 100,000. طب ده إيه؟ حط له 500، $1 ده بيعمل إيه بقى؟ تشغيل ساوند كلاود خدمة جديدة، بلد فورد مشاهدات يعني، ولا هيسمع، ولا هتعلي من الريت، ولا إيه؟ أنا عايز أشوف برضو موضوع كيك كده شاغلني جدا، يعني تفعيل واللايف ومشاهدات والكلام ده كله، لايف وتعليقات وإيموجي، مشاهدات ولايكات، مشاهدات لايف، زيادة تدريجية لا كيك بصراحة نزل خرب الدنيا، بس هو مش كويس. يعني أنا جربت الصراحة، مرضتش أعمل عنه فيديوهات تاني. أنا عملت فيديو واحد هنا عندي على التشانل، كموضوع كيك مش كويس خالص، عايز أطلع أتكلم فيه الصراحة. شايف بهدلة جوه، صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. ده يمكن اليوتيوب بالنسبة له رحمة. آه، ازاي هو اصلا ما بينزلش على الفيديوهات اعلانات والكلام ده كله وبيديك كمية الفلوس دي؟ في حاجة غلط.
في حاجة غلط في الموضوع. هم قريب هينزلوا فيديوهات على اعلانات على الفيديوهات، سوري، وهيعملوا كل الكلام دوت. بس انا شايف ان المنافسة جوه شرسة جدا جدا، لان كمان في يوتيوبر جامدين قوي راحوا هناك، لقيتهم وانا بسكرول كده بشوف هو مين اللي موجود هنا. في يوتيوبر هناك راحوا عشان الفلوس. طبعا كلنا بنشتغل عشان الفلوس، بس المنافسة هناك شرسة بدرجة فظيعة، لان في هناك فيديوهات ما اقدرش اتكلم عليها بيرفعوها للبوكر وللناس لا، في حاجة غلط. تخش تتفرج هتلاقي حاجة جوه في كيك ده غلط. انا مش شايف كيك، ما ينفعش، ده في حاجة هتحصل غلط. وهم دول اللي بيجيبوا فيوز، يعني فاهمني حضرتك؟ دول اللي بيجيبوا فيوز، البنات والناس اللي بتلعب دي والكلام ده، بس هم اللي بيجيبوا فلوس. معظم الجيمر جوه صفر يعني، ارباحهم يعتبر صفر. مفيش غير اليوتيوبر المشهورين اللي الناس راحت وراهم علشان بيشوفوا بس بيعملوا ايه وعايزين يخشوا وبتاع وخلاص. شويه وهتلاقيهم بيموتوا. هي مفتوحه اكتر للناس دي، وانا بتكلم بمنتهى الصراحه، ومش عايز افتح اكتر في اسامي ولا عايز اقول حاجه عشان محدش يزعل مني. بس ده اللي انا شايفه من ناحيه كيك. انا اتكلمت كتير قوي النهارده على الويب سايت ده. انت كده ممكن تشتغل فيه وممكن تعمل منه بيزنس حلو، تمام. وهم بصراحه مظبطين كل حاجه فيه. انا مش شايف في حاجه صعبه، كله سهل جدا. وانا عن تجربتي حلو جدا، في تعويضات وفي حاجات والكلام دوت. بس هتستخدمه لنفسك، نصيحتي مش قوي. لو في هيلب ارميها من هنا، لكن ما تقولش ان دي هيلب. لا، هيلب ده لما تكون خلاص جبت اخر اخرك، خلاص ما باليد حيلة زي ما بيقولوا. ف سنة بسيطة، لكن غير كده استخدام او اعتماد ما انصحكش. صدقني يا صديقي ما انصحكش، لان مهما كان اي ويب مش مضمون. انا عرفتك اهو على اقوى ويب سايت موجود في الشرق الاوسط عامة، ومعاملتي معاه كويسة جدا. وصدقوني يعلم ربنا ده مش دعاية، ولا هتلاقيني حاطط الكوبي اللي انا اخدته ده من شوية، اللي هو بتاع اللي اشتغل معانا والكلام ده. والواحد مش عارف الاسم كان فين، كان هنا. سيبك من الهدية $1 والكلام دوت اصلا. كل ده بأمانة انا اللي شحنه، واخش اوريكم دلوقتي. متجر الكتروني، والله ما عارف جبتها منين اصلا. وكانت حاجه هنا كده اخدتها كوبي، قال لك ارميه واللي يخش عن طريقك وبتاع والكلام دوت ايه. هتاخد فلوس اي بي اي مثلا، اي بي اي. لا، كانت قبل الاي بي اي. هي اختفت ازاي؟ طب التحديثات، طب الاشعارات. لا، فني متجر تسويق، اضافة رصيد، تعويض. اكيد لا. هدايا، اكيد برضه لا. يعني كانت في التحديثات هنا. حول الله يا رب. بصوا يا شباب، خشوا دعبسوا، لو انتوا هتشتغلوا اكيد هتلاقوها، اكيد هتلاقوا اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده. هتاخدوا كوبي وتعمل بيه فيديوز وترميه والدنيا هتكون معاك تمام. لو حد دخل شحن من عندك خلاص يا باشا، هينزل لك الرصيد والحاجة زي ما انت شفت كده من شوية. هتبقى الدنيا معاك ايه، تمام قوي وفل وعشرتين على 10. واديك كأن الويب سايت بتاعك من غير ما تتعب، من غير ما تعمل اي حاجة. هم طبعا كسبانين 200%،
ليه؟ لان اي لينك هنا يعني ده كده بيتسمى لينك، ده كده لينك هو مشتريه من بره. فالخدمه دي مثلا بكام؟ وهثبت لك كلامي ده ب 12 دولار وحاجه. ارانك ان الخدمه دي ما تعديش ال5 دولار ال4 دولار، بس هو واخد اللينك ده حاططهولك ناقلهولك عربي وحاططهولك كده، وعامل لك الفورمه دي كده، اللي هو الصفحه دي، وحاطط لك الكلام ده كده والنظام ده كده. انت بتطلب هو ما بيروحش الاوردر اللي هنا، هو الاوردر بيروح لبره للويب سايت الحقيقي بقى، اللي هو عامل اللينك ده اللي هو الناس اصلا بتخش. فشفت الفرق هنا من هنا لهنا قد ايه؟ الفرق مثلا هنا هتدفع 4 دولار، هنا هتدفع 12. فهو كسبان من وراك كتير جدا. غير كده ما كانش فتح لك الموقع، غير كده ما كانش رجع لي فلوس، غير كده ما كانش هيكون صادق ان هو عايز ناس اكتر. بيكسب من وراك كتير جدا. التفعيل هنا غالي، صدقوني انا عارف ان التفعيل غالي والحاجة غالية، بس هو مضمون. يعني الغالي بيقول لك تمنه فيه. بصراحة انا ما شفتش من الناس دي اي حاجة وحشة، ناس محترمة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. معاملتي معاهم من طلباتي، بص انا طالب كتير، يعني انا صارف 76 دولار على الموقع ده، تمام؟ مش بعمل له اعلان بامانه. فهدفع بره ممكن الفلوس تروح عليا، هدفع بره ممكن الخدمه ما تتفعلش، هدفع بره ممكن يطلع نصاب، هدفع بره. حصل الكلام ده كتير جدا معايا، تمام؟ وبتلاقي مواقع بتحول لها وده اصلا فيك، مفيهوش اي حاجه، وتجيب مشتركين ينقصوا، تجيب ساعات تنقص، لكن انت بايدك بنفسك انت اللي بتعمل الحاجه دي. ماشي؟ ما تخشش تعملها بايه؟ بكتير. قلت ده هيلب. ماشي؟ هي غاليه وكل حاجه، بس ده يعتبر هيلب ليك. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عايزين اي فيديوهات تاني متنسوش تكتبوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.